قبل ما ابدا الانمي عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ولو ما كنت دوست اشتراك في القناه دوس اشتراك وفعل زر الجرس عشان كل فيديو ننزله يجيلك اشعار بيه. ويلا بينا عشان جايب لكم انمي نار يا صديقي. なんだこの音。こいつ警備が変わった。撃破キース。撃破キース。 من 10 سنين فاتوا كان في جندي ماشي كده وسط مدينة متدمرة، بيقابل واحد تاني أكبر منه في السن كده وبياخده على مكان مليء بالجثث. الواد طبعا بيترعب، والفارس الأكبر منه بيقول له أنت شايف كل الجثث دي؟ اللي قتلهم 7 أشخاص بس، أما الخطايا ال7 مميت. وبيقول له لو سمعت اسمهم في مكان من حقك تهرب منه. وفي الوقت الحالي كان في طفل شغال في حانة كده، والعصير عنده طعم حلو والأكل بتاعه مش غلط، وعنده خنزير كده بيعرف يتكلم زي البشر واسمه هو. والخنزير دوت بينظف الأرضية من الأكل اللي بيقع. وهو قاعد في حانته مرة بيسمع الزباين وهي بتتكلم عن الخطايا ال7. بيقولوا إنهم أشرار وقتلوا الفارس المقدس بطريقة وحشية جدا، ولكن في الأول وفي الآخر كلهم وحوش، ولكن اختارهم القائد بتاعهم. المهم طبعا الكلام كان شادد انتباه صاحبنا كده صاحب الحانة، وكأنه يعرفهم، بس فجأة كده دخل عليهم واحد شكله مرعوب جدا من حاجة بره. بيقول لهم في فارس بدراع حديد بره ماشي يتكلم عن الخطايا ال7، بس الناس ما بتصدقوش وبتقول إنهم مختفيين من 10 سنين فاتوا وزمانهم ماتوا اصلا. ولكن هم فجأة باب الحانة بينفتح، الفارس قدامهم. الناس اللي في الحانة كلهم خافوا وطلعوا يجروا، الا الولد ده راح على الفارس وبيقول له انت عاوز مين؟ لسه ما كملش الكلمة ولقاه واقع على الارض القناع بتاعه بينشال. وبيطلع لنا الجميلة دي الاميرة اليزابيث، وبياخدها طبعا صاحب الحانة وبيعالجها، وبعدها طبعا بيجيب لها اكل. وكالعادة طبعا الاكل كان وحش جدا، ولكن طبعا البنت كانت بتعيط عشان اخيرا لقيت حد ياكلها. بيسألها طبعا الولد ده بيقول لها انت بتدوري على مين وليه كنت لابسه كده؟ بتقول له طبعا انا بدور على الخطايا ال7. لسه هتكمل وتشرح له، واذا بباب الحانه بيخبط وناس بتخش عليه، جنود من المدينه جايين عشان يقبضوا على الفارس الحديدي. طبعا صاحب الحانه بيطلع لهم وبيخلي هوك يلبس الفارس الحديدي ويمثل طبعا كانه الفارس، وطبعا الخدعه ما بتخشش عليهم، ولكن ما كملوش كلام وفجاه البنت بتطلع من الحانه تجري في الغابه. الجنود طبعا لما بتشوفها بتجري وراها على طول، ولكن فجاه هوك من وراهم بيضربهم كلهم واحد واحد. فجأة بيوقع الأخير من على الجبل من فوق ويبعده. صاحب الحانة طبعا هو كمان كان لاحق البنت طبعا، والحقها طبعا ما خلاهاش تقع. سألها بعدها وبيقول لها انت ليه طبعا بتدوري على الخطايا ال7؟ البنت طبعا بتقول له الفرسان المقدسين هجموا على الملك، ولو حد هيعرف يقف قصاد الفرسان فهيكون هما الخطايا ال7. الواد طبعا بيقول لها بس الناس بتقول عليهم ان هم اشرار جدا وممكن يقتلوه. البنت فجأة بتقول له استحالة يكونوا كده، ابويا دايما كان بيحكي لي عنهم واكيد هما الضحية مش اكتر. ولسه ما كملتش الكلام وهوب واحد من الفرسان شق الارض من تحته، طبعا هم كلهم وقعوا تحت. وده طبعا فارس مقدس جاي هنا عشان يتخلص من الفارس الحديدي. بس انت متخيل ان هم ممكن يموتوا في اي لحظه كده وخلاص؟ اكيد مش بالسهوله دي. لا طبعا صاحب الحانه بينقذهم كلهم وبيلحق الجندي اللي كان واقع قبل كده. الفارس طبعا بص على الولد انصدم منه، وطبعا بيبص لهم جامد جدا عشان يعرف مين الخطير فيهم. بيلاحظ الحلق بتاع البنت وبيعرف ان هي الاميره اليزابيث. طبعا بيقول لنفسه ده يوم سعدي. بيقول لها طبعا اجهزي عشان هتموت. البنت بتطلع تجري في الغابه والفارس بيهجم عليها بكل قوه، بس الواد فجاه بيلحقها. واليزابيث بعدها بتقرر ان هي تسلم نفسها عشان ما توقعهمش في مشاكل، عشان صاحب الحانه يهرب. بس الفارس بيضربها تاني والولد برضه بيلحقها. الاميره طبعا ما قدرتش تستحمل وبدات تعيط، تقول له طبعا انا طلعت عشان ادور على الخطايا ال7، وعمري طبعا ما طلعت في رحله قبل كده لوحدي. لبست طبعا درع كبير عليا عشان اقدر اخفي هويتي. كل الناس كانت بتعاملني وحش الا انت، وبالرغم من ده كله برضه بتحاول انك تحميني، وانا حتى لسه ما اعرفش اسمك. الواد طبعا بيقول لها بكل ابتسام ميليودس. البنت بتنصدم بتقول مستحيل يكون بجد. الجندي اللي ميليودس كان لحقه كان فاق في الوقت ده، وبيقول اللي معاه كلهم ما تعصبوهوش، انا شفت الرمز على كتفه، ده اخطر واحد في الخطايا ال7. وهوبا الفارس ضرب ضربه وهو اللي اتعور في الاخر. بيقول لنفسه ازاي كده، انا متاكد اني ضربته. بيدقق النظر في ميليودس وبيعرف حقيقته. بيقول طبعا انت ازاي كده، انت شكلك متغيرش من 10 سنين. وهو ضرب ضربه كسرت عظمه وطيرته في السماء.
وطبعا بيقول اللي بعده خطيئة الغضب مليودس قائد الخطايا السبعة المميتة. تاني يوم طبعا إليزابيث كانت فرحانة جدا عشان أخيرا لقت حل الخطايا السبعة. بتفتكر طبعا الماضي بتاعها لما الحراس هجموا على الملك عشان يحبسوه، وبتفتكر كمان الملك وهو بيقول لها اقربي وحاولي تدوري على الخطايا السبعة عشان هم طبعا اللي هيقدروا يلحقوا المملكة. وكانت هي طبعا في قمة الحزن وقتها. بس بعدها مليودس بينده لها بيجيب لها هدوم جديد وبيخليها تلبسها، وبياخدها بعدها على مدينة بيرني اللي فيها أفضل الأعشاب لعمل العصير. وطبعا الأعشاب ديت بتنمو على أطراف الأنهار اللي مليئة طبعا بالماء العذب. وطبعا بيروحوا هناك ولكن الأنهار كلها جافة ما فيهاش مية. وفجأة بيشوفوا ناس هناك كده ملمومين وبيسألوا ويعرفوا إن في فارس مقدس حط السيف بتاعه في المدينة عشان طبعا العصير بتاعهم ما عجبوش. والنتيجة كده السيف طبعا دوت بيمنع أي تدفق مياه في الأنهار. وطبعا كل اللي في المدينة متجمعين وبيحاولوا إن هم يرفعوا السيف دوت، بس طبعا محدش قادر يحركه. بس في اللحظة ديت فجأة ولد صغير بيدخل عليهم، وهو طبعا اسمه ميدو لأن هو سبب المشكلة مع الفارس. وده طبعا اللي خلى أهل القرية كلهم متعصبين منه وكانوا بيضربوه بالحجار. ولكن طبعا ميديودس كالعادة بياخد الولد بعيد ويوديه لحاله. إليزابيث طبعا في الوقت دوت بتقف مع العمدة وتسأله إيه اللي حصل. وفي الوقت ده طبعا كان ميديودس عمل أكل لميدو وبيسأله هو ليه أهل القرية عملوا فيه كده. وطبعا لما الفارس قال على عصير القرية وحش ميدو اتعصب منه وحط له حشرة جوه العصير بتاعه. ونتيجة لأفعال ميدو فارس عمل اللي هو احنا شايفينه دلوقتي. وميديودس طبعا فهم الوضع وقال له تمام. وإليزابيث بتيجي هي كمان وبتخليه يحكي له حكايته. ميدو بيقول لها أنا كنت عايش حياتي مع أبويا وأمي وكنت فرحان جدا، ولكن فجأة بسبب هجوم أحد الوحوش علينا أبويا وأمي ماتوا، ولكن أهل القرية هم اللي ربوني وعملوني طبعا كأني واحد منهم. ما أثروش معايا في أي حاجة، ولكن طبعا كنت دايما بحس بالوحدة. كنت بحس إني مش جزء من أي عيلة، وعشان خاطر كده كنت بحب أجذب أو ألفت أي انتباه عشان حد ياخد باله مني. ميليودس بيقول له عشان خاطر كده حطيت الحشرة في العصير. ميدو طبعا بيقول له استحالة وهو بيبكي. العصير دوت أهل القرية تعبوا فيه جدا لحد ما عملوه. وفجأة لما لقيت الفارس بيشتم مجهودهم عن العصير بتاعهم ميليودس بيتأثر من كلامه، ولكن فجأة كده بيسمعوا صوت جاي من القرية وبيطلع ان الفارس المقدس بعت لهم 2 من جنوده عشان بيهددوه لو السيف ما طلعش في حدود المغرب الضرايب اللي على المدينة هتزيد او هيقتلوهم كلهم. اهل المدينة طبعا كلهم كانوا متعصبين ومش عارفين يعملوا حاجة. ولكن فجأة مرة واحدة كده ميدو بيمسك السيف وبيحاول انه يحركه. اهل المدينة طبعا بتتأثر بعزيمته وبتجتمع كلهم مع بعض. الجنود المغفلين دول طبعا كانوا قاعدين بيضحكوا وبيستهزئوا بيهم لانهم طبعا هم مش قادرين يعملوا حاجة. ولكن انت متخيل ان فجأة ميليودس هيسكت عن اللي هم بيعملوه دوت؟ اكيد لا. ميليودس بيتقدم كالعادة وفجأة بيسد السيف بإيد واحدة. أهل القرية طبعا كلهم انصدموا من اللي حصل. الأنهار رجعت من تاني والكل طبعا كان في كمية السعادة. بالليل بقى كلهم بيروحوا عشان يحتفلوا ويشربوا عصير. بس الفارس ده جنوده بتجيله وبتشرح له كل اللي حصل وبتقول له إن في شخص طلع السيف بتاعك وبتقول له إنه عيل صغير. الفارس بيقول لهم تمام وبياخد رمحه وبيطلع بيه على بره. وعلى فكرة الفارس ده اسمه غيل. بيقول لهم قولوا لي على المسافة واتجاه القرية بتاعتهم. بيقولوا فعلا وفجأة غيل بيوجه الرمح على اتجاه القرية وبيحدف الرمح بكل قوة. ميليودس طبعا بيحس بالرمح وهو داخل عليه بيطلع عشان يستنى الرمح بره. إليزابيث هي كمان طبعا بتكون حاسة انها تقيلة على ميليودس ومش عارفة تساعده بأي حاجة. بس الواد بيقول لها ما تقلقيش وكل حاجة هتكون تمام، بس أهم حاجة صحتك. وكان طبعا مشغول في الرمح أصلا. إليزابيث لسه هتفرح بتلاقيه بيمسك الرمح بكل قوته. الرمح بياخده وبينزل على المدينة بيكسر كل المدينة. ولكن طبعا ميليودس بيلف جسمه وبيقدر إنه يمسك الرمح بيجمع كل قوته وفجأة بيرجع الرمح مكان ما جه. الفارس طبعا بيحس بالرمح وهو داخل عليه، ولكن طبعا ده ميليودس قائد الخطايا السبعة قد المكان اللي هو فيه وجرحه في وشه وبيستعد بعد كده للهجوم عليه وقتله. بس ميليودس بيقرر بعدها انه يمشي من القرية عشان خاطر اهلها ما يتعرضوش للأذى بسببه. بيحدد وجهته على غابة الأحلام اللي شاكك طبعا إن يكون في حد هناك من الخطايا. تاني يوم بقى غيل بيروح على القرية عشان يقتل ميليودس، ولكن طبعا ما بيكونش هناك. بيسأل الناس اللي موجودين في القرية ويعرف منهم إن هو راح عند غابة الأحلام. فبيقرر طبعا إن يروح وراه ويخلص عليه.
وفي الوقت ده كان ميليودس وإليزابيث وهوك كانوا وصلوا على غابة الأحلام. الغابة طبعا بتكون مليانة ضباب ومحدش شايف حاجة. بعد شوية بيسمعوا صوت حد بيكلمهم وبيقول لهم اطلعوا برا الغابة. لسه ملحقوش يسمعوا وبيلاقوا خنازير كتير جدا شبه هوك. الكل طبعا بينصلب بس ميليودس بيخلص عليهم كلهم وبيضرب هوك معاهم. بتطلع أشكال تانية من إليزابيث وبتحاول تخوفهم بس ميليودس بيتعرف عليهم كلهم وبيضربهم في ثواني. وطبعا عايزين تعرفوا هو عارف الحقيقة ازاي؟ أنا معرفش. المهم الوحوش بترجع لشكلها الحقيقي وبتطلع تجري على بنت نايمة بتقول لها الحقي في فارس مقدس قدر يهزمنا. البنت طبعا بتصحى وبتتعصب بتمسك ميليودس وبتفحصه بايديها خلاص هتقتله ولكن بعدها بتتعرف عليه وبتاخده في حضنها وبتطلع عضو هي كمان في الخطايا السبعة خطيئة الثعبان ديانا. ولكن شكلها بتحب القائد شوية أو شويتين على ما أظن وبتنزل فيه ضرب بعد ما بتعرف إنه بيسافر مع إليزابيث لوحده. ولكن فجأة بيقطع كلامهم رعد من السماء بينزل قدامهم وبيقيدهم كلهم. مفيش حد فيهم عارف يتحرك خالص. أيوة فعلا غيل وصل على غابة الأحلام عشان طبعا يخلص على الخطايا. بيدخل عليهم بكل شجاعة وبيقول لهم اجهزوا عشان هتموتوا. إليزابيث طبعا بتتعرف على غيل وبتبدأ تقنعه ما يقتلش ميليودس بس ده مش شايف غير الانتقام مش أكتر. بيطلع غيل دوت ابن الفارس المقدس زهرتار. غيل بيقول لإليزابيث امشي من هنا عشان مش عايز أقتلك معاهم. بيفك اللي عليها ولكن فجأة البنت ما بتمشيش وبتقف تحميهم. بيلاقي هوك تحته كده بيتلاوى من الوجع فجأة بيضربه بالرجل. إليزابيث بتجري ورا هوك عشان تلحقه طبعا من الغابة وبتبدأ بعدها المعركة. ميليودس بيفك الكهرباء اللي عليه وبيقول لديانا ما تتدخليش في القتال. بيبدأوا الاتنين في هجوم النار على بعض. غيل بيكون متفوق وبيضرب ميليودس بكل سهولة. ميليودس بيحاول يفادي الضربات ولكن الواد سريع جدا ومش ملاحق عليه ميليودس. ميليودس فجأة بيقع على الأرض وبيجي عشان يقوم تاني. بيسمع غيل من وراه وبيقول له دلوقتي أنا أقوى من الخطايا السبعة كلهم وبيديله ضربة بتوقعه على الأرض غرقان في دمه. وميليودس فجأة بقى في لحظاته الأخيرة. وميليودس طبعا بيسأل غيل على مكان باقي الخطايا وبيقول له طبعا على مكان 2 منهم وبفكر إن هو كده بيحقق له أمنيته الأخيرة قبل ما يموت. بس أنت متخيل إن ميليودس هيخسر أو هيموت بالطريقة دي؟ ميليودس فجأة بيقوم ولا كأن في أي حاجة حصلت له وبيقول له أنا كده أخدت اللي أنا عايزه يلا يا عم بقى من هنا سلام. غيل بعدها بيتعصب وبيبدأ يهجم عليه بكل قوته. ميليودس بيفادي هجماته بكل سهولة وبيفضل يجرجر فيه لحد ما ديانا بتمسكه بتقول له القائد بيقول لك سلام وبتحدفه بعيد. وفعلا ميليودس كان بيديله التحية. وبترجع إليزابيث وهوك أخيرا وبيكونوا فرحانين بوجودهم وطبعا كانوا فرحانين إن هما خلصوا من الفارس ده وبيقرروا بعدها إن يكملوا رحلته ويرجعوا 2 من الخطايا. ودوت هيكون تلخيص أول جزء من الأنمي. لو حابين أكمل لكم بقية القصة يا ريت تدعموني باللايك عشان أعرف إن انتوا أعجبتوا بالتلخيص الأنمي.